الناس بتموت منك اهو. انتشر فيديو قالب الدنيا على السوشيال ميديا علشان اللي حصل جواه. فيديو من جوه طياره والكابتن واقف والناس واقفه بتتخانق معاه، ومحدش كان يعرف تفاصيل الموضوع في الاول لما لقينا الكابتن بيرد على الناس وبيقول لهم طيب معلش سامحوني وبنعتذر عن اي حاجه. يقبلوا اعتذار انا يا جماعه عن اي سوء تصرف حصل. فطبعا كلنا قلنا انه في حاجه حصلت كبيره جدا خلت الناس تتنرفز للدرجه دي وتخليها تقف قدام الطيار وتتكلم معاه بالمنظر ده. بس اللي لفت نظري في الموضوع في المشهد ده ان الناس كلها كانت واقفه قدام الطيار، وناس بتستخدم تليفوناتها وناس رايحه جايه، فمعنى كده ان الطياره كانت لسه واقفه في المطار وما كانتش اتحركت. وفعلا كان هو ده الحقيقي، ان واحد في وسط الناس كان بيقول للطيار ما هو ازاي هنثق فيكم واحنا لسه ما طلعناش، احنا مش واثقين فيكم. بدات الاراء تنتشر على السوشيال ميديا وتقول ان دي شركه مصر للطيران، بس ما كانش فيه اي علامه مميزه ان دي مصر للطيران. وفي بعض القنوات نزلت وقالت مشكله حصلت مع مصر للطيران، بس برضه ما فيش اي دليل ان الطياره دي لشركه مصر للطيران. وفي واحد بعدها بعصبيه اكتر وبيكلم الطيار والناس ماسكاه علشان ما يتخانقش معاه اكتر، وبيقول له انا ابويا تعبان ولو حصل له حاجه في الطريق اقول له ايه عشان التكييف ما كانش شغال. يحصل له حاجه اقول لك كان بايظ. فعرفنا في وقتها ان المشكله هي مشكله التكييف، وان الطياره ما كانش شغال فيها التكييف في الوقت ده. بس بناء على اراء الناس اللي اتكلمت والناس اللي كانت جوه الطياره قالوا ان التكييف ما كانش شغال في الوقت ده، والناس بدات تصور وتتكلم اكتر والصوت بدا يعلى لدرجه ان الموضوع قلب شبه خناقه. بس الطيار كان ملتزم جدا بكل قوانين الادب والاحترام وبيرد بمنتهى الادب. بعد الهجوم الكبير اللي حصل على الشركه دي الا ان كان في ناس ليها اراء مختلفه، والاراء دي كانت صح جدا لانه فعلا الشركه كان عندها طيارين ملتزمين جدا. حتى في عز ما كان الناس بتزعق وبتتكلم باسلوب مش حلو، الطيار كان واقف قدامهم بمنتهى الاحترام وبيعتذر لهم وبيقول لهم احنا اسفين على اي مشاكل وكل اللي انتوا عايزينه هيتحل. ومعنى كده ان الطيار ما غلطش في اي حاجه. بس الموضوع الاساسي اللي كانوا بيتكلموا فيه وهو عدم شغل التكييف وان الناس كانت قاعده من غير تكييف، هو انه بعض الناس التانية قالت انه من ضمن قوانين الطيران ان لو الطياره جايه من مسافه بعيده قوي لازم تريح التكييفات والمحركات بتاعتها فتره قبل ما تطلع مشوار تاني، وبتبقى معتمده في الوقت ده على التكييف الخارجي. يعني في الاول وفي الاخر هي مجرد راحه للطياره علشان تكمل مشوارها اللي بعده اللي هو برضه هيكون مشوار طويل. واللي اتضح في الفيديو ان الطياره دي كانت رايحه نيو جيرسي. بس من رد بعض الناس بدانا نكتشف ان الناس كانت بدات تتعب جوه الطياره بسبب عدم وجود التكييف. والراجل اللي كان متنرفز كان معاه والده جوه الطياره وكان قلقان عليه ان هو يحصل له حاجه عشان هو راجل كبير. بس ساعتها اسلوبه كان اسلوب عصبي جدا وكان بيتكلم مع الطيار كانه هو اللي قاصد يعمل كده بنفسه مش الشركه اللي قايله له كده. بس لو جينا نفكر في الموضوع بشكل تاني هنلاقي ان الفيديو ده مش بيدين الشركه ولا بيدين الطيار، بالعكس ده بيثبت جدا احترام الشركه واحترام الطيار لكل الناس الراكبين على الطياره، لانه بمنتهى الموضوعيه وافقهم على رايهم وقرر ان هو يقول لهم انا هعمل كل اللي يريحكم واحنا اسفين على اي غلط حصل. ومن ناحيه تانية لو كان الشخص ده طلب الموضوع بشكل محترم او بشكل هادي كان الموضوع اختلف تماما، وكان وجهه نظر الناس بقت في صف الراكبين بدل ما تبقى ضدهم بسبب اسلوب الراجل ده. واي حد مكانه طبيعي هيبقى متضايق لانه ما ينفعش ان هو يكون معاه ناس كبيره والناس الكبيره دي تتخنق او تتضايق من الجو اللي موجود في الطياره. بس الفكره في الاسلوب، لانه اختلاف اسلوبنا مع بعض هو ده اللي بيجبرنا على اننا نتعامل مع بعض بشكل كويس او لا. واكيد لو واحد جاي يكلمني في اي حاجه هو عايزها بشكل محترم انا هرد عليه بشكل محترم جدا. لكن لو جاي تتكلم باسلوب مش حلو حتى لو معاك الحق هتلاقي الناس خدت اتجاه ضدك وبدات تغلطك على اي اسلوب انت بتعمله. وعلى الرغم من ده الطيار كان ملتزم جدا بالادب والاحترام وقوانين الطيران اللي هو المفروض بيتكلم عنها. والرساله الاخيره لازم نوضحها ان في ناس في وسطنا كل همهم ان احنا نفضل نعمل مشاكل مع بلدنا ونفضل نتشحن من جوانا ضد شركاتنا او ضد بلدنا او ضد اي حاجه ناجحه في حياتنا، وخصوصا لما يكون الناس دي مش مصريين ومن بره مصر وبيقوموا اللي جوه مصر على مصر. فلازم ناخد بالنا من الرساله دي كويس قوي ونبقى عارفين ان الشركات دي شركات محترمه حتى لو حصل منها بعض الاستثناءات او الغلطات، فلازم نبقى في ظهرهم لو في عندهم موقف محترم وما ننسقش ورا اي حد بيقول لنا لازم نعمل مشاكل جوه بلدنا، لانه في الاخر هي بلدنا ولازم نزقها لقدام مهما حصل. انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده عشان الناس تعرف ان مش كل مشكله بتحصل او كل فيديو بينتشر لازم ننساق وراه الا لما نعرف الحقيقه فين بالظبط. واكتب لي رايك في كومنت عن الفيديو وقول لي لو انت كنت مكان الطيار كنت هتعمل ايه، ولو كنت مكان الراكب كنت هتعمل ايه.